اهلا بيكم. في مثل مصر بيقول الخلفة العار تجيب لاهلها النعيلة، اللعنة يعني. تم القبض على الشخصين اللي شايفينهم دول، واحد منهم اسمه ابراهيم والتاني عبد الحميد، بعد ما كانوا هربانين الفترة اللي فاتت بعد عملتهم السوداء. واقسم بالله مهما القانون يطبق عليكم باقصى عقوبة، عقوبة قذف المحصنات عند ربنا عذابها عظيم في الدنيا وفي الاخرة، وكما تدين تدان. الحيوان اللي قدامكم ده ابراهيم بعت رساله للشهيده بسنت على الموبايل وقال لها في الرساله: التناكه وحشه وهنجيبك الارض. وكل دعوات اكتر من 100 مليون مصري بيدعوا عليكم. اخص عليكم وعلى خلفتكم العار. فين الضمير؟ كنتوا عايزين ايه؟ عايزين وساخه وقله ادب يا انجاس؟ الاشكال دي لازم يطبق عليها حد القذف، لان ده مش مجرد تنمر. بعد التطاول على عرض البنت المسكينه ووصلوها للنهايه الاليمه. اما جريده اليوم السابع اللي نشرت صور الاشكال اللي انتوا شايفينها دي وعتموا على الوش. انتوا بتعتموا على الوش ليه؟ ليه بتعتموا على وش الاشكال دي؟ لازم يكونوا عبره وكل الناس تشوفهم. اما المدرس اللي قال للمرحومه بسنت: انت بقيتي ترند اكتر من شيماء، عايز اقول لك كلمه واحده: انت ما تنفعش تكون مدرس ولا تربوي. السلام عليكم.